أنا يعني بدي أمشي معك على اللي تفضلتي. أنت بتعرف وأنا بعرف والشارع بيعرف إنه صاحب القرار في هذه كل القصة بنحكي فيها هم شخصين، شخص يعمل في وزارة الداخلية وشخص يعمل في جهاز اسمه إدارة المخابرات العامة. صحيح. لماذا لا يحاسب هؤلاء الشخصان ويقول له أنت يعني هي موسمية يا أخي بسام، يعني الموسم هذا أنت بسام موجود الأمور دح بروح بسام بيجي يعني سلم لأنه ما في كان طلوع ونزول. لا هو لا تستطيع دكتور إذا سمحت لي أن تتحدث عن محاسبة أشخاص، لأن المسألة لا علاقة لها بأشخاص. أكيد لا، هو يعني كل قناعاتنا إحنا إنه هذه منهجية موجودة في المؤسسة البيروقراطية سواء في الأجهزة الأمنية أو في مؤسسات الحكومة ووزارة الداخلية. هناك منهجية كانت في الماضي، يعني عام 1996 تم تجنيس حوالي 300 ألف مواطن أردني من أبناء الضفة الغربية فجأة، لأن الدولة الأردنية يعني تريد تجنيسهم لأغراض سياسية. في عام 2005 تم سحب الجنسية من حوالي 40 ألف، بمعنى المواطن ومصالحه الأساسية مثل الجنسية أصبحت يعني عفوا على التعبير لكن كأنها يعني كأس من الشاي صبيها رديها، يعني مرة أمنحه الجنسية ومرة أسحبها. نحن نقول في المبادرة، اسمع لي، أنه لا يحق لأحد لا على المستوى الفردي ولا على المستوى المؤسسي سحب الجنسية. يعني أبو قتادة في بريطانيا ثبت في قرار محكمة بريطانية عليا بأنه حصل على الجنسية البريطانية عام 1983 بموجب أوراق مزورة. يعني هناك محكمة بريطانية تقول أن هذا الرجل أخذ الجنسية البريطانية بموجب أوراق مزورة. جاءت المحكمة العليا لتقول أن الرجل حصل على الجنسية البريطانية أصبحت حقا مكتسبا حتى وإن حصل عليها بأوراق مزورة. وبالتالي صلنا 4 سنين في جدل إنه أبو قتادة يرحل أو ما يرحل، وأنت تعلم وأنا أعلم قديش الحكومة البريطانية بريطانيا العظمى متعرقلة بهذا الموضوع. هذه هي الديمقراطيات التي تحترم جنسياتها. نحن في المبادرة نريد أن نقول باختصار عبر هذا البيان يا دكتور أنه لا تستطيع كوزير الداخلية بصرف النظر عن يعني من هو وزير الداخلية أو أي حكومة أنك تعالج الأمور بشكل فردي. نريد معالجة نهائية وقطعية ولمرة واحدة لهذا الموضوع، بمعنى أنه يعرف المواطن الأردني ما هي حقوقه وما هي واجباته، ويعرف المواطن الأردني هل وضعه القانوني سليم أم لا. المعالجات الفردية تحت الإطار الإنساني لا تحل مشكلة، لا بل تزيد في تعميق المشكلة وتصليبها. فهذا البيان يريد أن يقول هناك محاولات لتطمين الناس من أجل مراجعة الدوائر الرسمية وتسجيل أسمائهم في كشوفات الانتخاب. هذا البيان يريد أن يقول أرجوكم نتوسل إليكم في السلطة وفي مؤسسة القرار، عالجوا هذا الموضوع بشكل نهائي ولمرة أخيرة وبصورة قطعية. كم مرة قلت أو قالوا أو قلنا أرجوكم وما حدا سمع مما دفع أنه يكون في عندنا مبادرة؟ يعني هل وصلتوا لمرحلة أنه مفروض نطلع على الفيسبوك، ما نطلع على الشارع، نطلع على الدوار، نطلع على كذا؟ بصراحة يعني بصراحة الفيسبوك هل وصلنا إلى مرحلة يعني يأست مثلا من الدبلوماسية والإعلام وبعدين قلنا أقول لكم بدنا نعمل مبادرة وبعد المبادرة ترى في شيء ثاني وبعد الشيء شيء أثى؟ سأفاجئك بمسألة. هل يعني يعلم الجميع أن مسألة سحب الأرقام الوطنية، وأنا لا أريد أن يركز عليه هذا الموضوع لأنها جزء من اهتمام المبادرة، بس هذا الوجع الكبير، ولكن هذا موضوع مهم. موضوع مهم. يعني سيتفاجأ الناس بأن كل عمليات سحب الأرقام الوطنية تتم بموجب تعليمات سرية. هل هذا معقول؟ بدنا نبقى نقول سرية إذا سمحت لي. لا، إنها سرية. هذه المشكلة. أنا من عام 2000 وأنا مهتم بهذا الموضوع صحفيا بعيدا عن المبادرة وقبل المبادرة، ويعني فعلت كل ما كتبت عشرات المرات ومئات المرات وحوربت ودفعت ثمن. مش مشكلة، يعني هذا قدري وأنا مستعد له، ما في مشكلة يعني، لأني مؤمن بما أقوله. يعني نحن نقول من سنوات طويلة يا ناس يا عالم انشروا التعليمات السرية فلتكن تعليمات شفافة. يا أخي إذا بسام بدرين تنطبق عليه، يعني ليش تزاود الحكومة والسلطة على المواطن؟ تنطبق عليه شروط فك الارتباط. طب شو بتفسر؟ شو عم بتفسر؟ أنا أقول لك شو بفسر باختصار شديد. يعني مش بس قناعتي، كمان المبادرة عندها رأي بهذا الكلام. أن الدولة الأردنية، عقل الدولة الأردنية حتى هذه اللحظة لم يحدد بصورة مفصلية ما الذي يريده من الجزء الفلسطيني من الشعب الأردني. يعني وبالتالي هو يسحب جنسيتك أحيانا، لا يعني سحب جنسيتك بموجب تعليمات فك الارتباط السرية، وأنا أكرر أنها سرية دكتور، في الواقع لا يعيدك إلى فلسطين. يعني في الواقع العملي يتحول إلى بدون
المواطن الأردني ويجلس متسولا على أعتاب البيروقراطية أملا في إعادة جنسيته ورقمه الوطني. يعني بمعنى يعني هم بيقولوا لنا دكتور ورقة ضغط، هم بيقولوا لنا احنا ليش بنسحب جنسيات لما نراجعهم عشان انك ترجع، مشان تثبت الناس. نسبة العودة بجوز 1.5%، فمن يسحب جنسيته يبقى في عمان لأنه له حق الإقامة في عمان. هل ما زال لغاية اليوم أخي بسام في سحب جنسية أم تم تجميدها لغاية اليوم؟ لغاية اليوم الثلاثاء، لغاية الأربعاء الماضي اتصل بي مواطن أردني في طريق عودته عبر الجسور، عائلة هو وزوجته وأربعة أطفال، فسحبت البطاقة الصفراء من 3 منهم وبقيوا 3 وحولت إلى خضراء بقرار من موظف إداري على الجسر. لماذا؟ العائلة عيد بقرار من موظف على الجسر، موظف إداري، بمعنى عائلة أردنية 3 منها أصبحوا أردني، بقيوا أردنيون. يعطي يا بسام صلاحية لموظف؟ يعني احنا بدنا نوصل زي بعض الدول، الصغير يمون والكبير يمون. احنا بنعرف هالبلد الكبير بمون والصغير بيسأل الكبير. بعض الموظفين إذا موظف بغض النظر مين مكانته بتحكي عن جنسية رجل، مين هذا ما نقوله حتى لو كان مدير محكمة، ما نقوله في المبادرة يا دكتور بالحد الأدنى أن موضوع سحب الجنسية والرقم الوطني ينبغي أن يتخذ من خلال مجلس الوزراء حتى تتيح لي كمواطن فرصة مقاضاة مجلس الوزراء واللجوء للمحكمة لإعادة الرقم الوطني. أما أن يصبح مدعاة لموظف صغير أم كبير، أمني أم بيروقراطي، بين الحين والآخر يذهب ويأتي. وإحنا كلنا بنعرف أنه بسنوات سابقة أحد وزراء الداخلية تحدث عن فساد في هذا الموضوع، بمعنى جنسيات سحبت لكي تعود مقابل رشاوي ومبالغ، وفي جنسيات أخذت الآن التحقيق عم بحكي فيها أخذت مقابل ملايين عراقيين. بالضبط. إذن إحنا نتحدث عن تعليمات شفافة. والمشكلة الأهم يا دكتور، يعني أنا بصراحة قرأت مقال للزميل فهد القيطان تورط بخطأين في الحديث عن المبادرة. حصر المبادرة بسحب الجنسيات وهذا غير صحيح، وأنا قرأت وأوضحت أنه المبادرة تفكر بشمولية أكبر، وأن سحب الجنسيات أحد الموضوعات التي تهتم فيها. ووصف المبادرة بأنها الزميل فهد القيطان سمحه الله بأنها تململ للأردنيين من أصل فلسطيني. القصة ليست تململ ولا علاقة لها بالتململ. نحن نقول أنه مجموعة من الأشخاص المثقفين يجتمعوا ويقولوا للسلطة ولكل الأطراف يا عمي هناك مشكلة ولا بد من معالجتها بهدوء وبطريقة شفافة، لا نتحدث عن شارع ولا لجوء للشارع. وبالتأكيد أنا بتفق معك، وصلنا لمسألة تشكيل مبادرة من مجموعة ضغط حتى لأننا فشلنا في البعد الفردي وفشلنا في الإعلام في التحدث عن هذا الموضوع. وللأسف عندما تقول لي أن موظفا لديه السلطة، أنا أريد أن أعرف على الهواء مباشرة من يخول هذا الموظف هذه السلطة، لأني أنا بعرف تماما موقف جلالة الملك من هذا الموضوع. بس بعشرات الاجتماعات على لا يوجد موظف داخلية ولا موظف أجانب وحدود، في على الجسر شرطة ومخابرات. يعني ممكن يعني احنا ليش يعني نقعد نطبطب؟ لا مش على الجسر. الموظف يمكن أن يكون أمني، والمشكلة أنك لا تعرف لا تعلم لماذا تسحب جنسيتك. يعني أنا بتحدى أنه أنا بسحب جنسيتي أو حضرتك بتروح تراجع الدوائر الرسمية، هو لا يقول لك، هو يزودك يعني يرسل كتابا من مؤسسة إلى مؤسسة ويقال لك كلاما مغمغما. مسألة أخرى مهمة، هو يقول أنني أسحب الجنسيات والأرقام الوطنية من المواطنين الذين يعني فقدوا تصريح الاحتلال، يعني بمعنى عندهم مش كرت احصاء. بس العائله اللي حكيت عنها هسه الان نصها مشي ونصها ضل. يعني ليس هذا، وهناك أسوأ من ذلك يا دكتور. أنت موقع اتفاق سلام مع إسرائيل ويوجد سفارة إسرائيلية في عمان وسفارة أردنية في تل أبيب. نعم. لماذا تتركني في معركة تصريح الاحتلال لوحدي كمواطن إذا كنت معنيا فعلا بتثبيت الناس في فلسطين؟ وضحها أكثر هاي بالله يا بسام، هاي كثير الحجة التي تستخدم بيروقراطيا نعم لتبرير سحب الجنسيات من بسام بدري نعم أنني أريد منه أن يذهب للإقامة في فلسطين حتى لا تفرغ نعم. هذا البسام مقصر في تجديد تصريح الاحتلال سار المفعول. جميل. اللي هو يعني ورقة تقول بالإحصاء أنه لك حق الإقامة في الضفة الغربية. أحسن. طيب بيجيبوا الناس بعطوهم إنذارات ب6 أشهر 3 أشهر، بتصير أنت تاسين يعني تحت السحب. هاي بدك تحكي لي عنها. هلا بحكي لك تاسين شو قصتها كمان شوي. أنا أقول جيد، هذه يعني بدلا من أن تزاود علي كحكومة كمواطن أردني من أصل فلسطيني، لماذا لا يقف معي السفير الأردني في تل أبيب مثلا ويعمل كشف بكل المواطنين الأردنيين اللي معهم بطاقة صفراء، يعني يحق لهم الإقامة والتنقل بين الجهات ضفتين، ويضغط معي على إسرائيل
يعني يوجد سفارة إسرائيلية، لماذا لا يذهب معي وزير الخارجية الأردني ليقول لإسرائيل سجلي هذا المواطن؟ طب هذا ليش بيكون رقم ستة؟ هذا بتحكي فيه خطير جدا. ما هي تفصيليات حديثة، يعني هو يترك المواطن الضحية، أنا أسميهم ضحايا فك الارتباط دكتور، يترك الضحية لوحده. وبيقولوا يعني أنا قال لي مدير المتابعة والتفتيش يا أخي ما بيروحوا بدهم مش يدفعوا فلوس. أنا أؤكد له أن هذا الكلام غير صحيح. المواطن الأردني اللي له تصريح منتهي لسبب أو لآخر هو وأولاده في الضفة الغربية يمكن أن يدفع رموش عينيه لتثبيت إقامته في الضفة الغربية. وبعدين إخواننا ترى بالسلطة الفلسطينية لما تحكي عن سحب الأرقام الوطنية والجنسيات في الأردن بيجي شو بيقولوا بالمناسبة؟ هذا كمان الناس ما بتعرفه. إحنا عندنا 320 ألف أردني في هجرة من الأردن علينا. يا طبعا هذا ما يقولونه في الاجتماعات الرسمية. شو تفسيره المالي هذا بس؟ ايش تفسيره الجهتين بدهم اياها سوق المساله. يعني انت قبل شوي بتقول لي ليش الحكومه الاردنيه الدوله الاردنيه مش محدده بالضبط موقفها، وبتقول ان حتى الاصلاح السياسي مؤجل لانتهاء الصراع العربي الاسرائيلي. يعني انا بقول لا، هو لا يريدك كمواطن في البعد الديموغرافي كتلة سياسية ديموغرافية لك حقوق، ولكن يريدك كسوق مستهلك. يعني يريدك أن تبقى لتنشط الدائرة الاقتصادية. يوما ما سيأتي هذا المواطن ويقول لك أنا أدفع ضرائب وأنا أنشط الدورة الاقتصادية وأنت تعتدي على حقوق الدستورية. وبالمناسبة لا يعلم الناس دكتور أن سحب، طبعا هم يقولوا بوزارة الداخلية أن سحب الرقم الوطني لا علاقة له بسحب الجنسية، وهذا كلام غير صحيح إطلاقا. طبعا غير صحيح، لأن قانون الأحوال المدنية هيو قانون الأحوال المدنية واضح يقول بأن الرقم الوطني لا يمنح إلا للمواطن الأردني. إذن بما أنك لا تمنحه إلى المواطن الأردني فأنت بالتالي تسحب الجنسية يا سلام عليك. ما أريد أن أقوله دكتور للناس أن سحب الجنسية ليس قرارا بسيطا، يعني هو يحيل حياتك إلى الجحيم في اليوم التالي. مين اللي عنده الجرأة أنه يحط على مواطن أردني له رقم وطني على ملفه تاسين؟ لا صار هذا مش جرأة، هذا قرار رسمي. ما هو الآن هناك يا أخوي كانوا انباعت استثمارات بلده والناس كشفوا في برنامجك على موضوع معاملة ما بده يكون في خطأ بس يا دكتور ببرنامجك على الهواء المباشرة وأمام الناس أناشد معالي وزير الداخلية الحالي وهو رجل فاضل ومحترم وأنا أثق به أن يعلن عن تفصيلات قائمة تاسين وأن يعلن عن كل التعليمات. هذا وزير الداخلية الحالي. طب